من أحلى الأفلام اللي أنتجتها ديزني يا إخوان من أول ما اشتغلت في شغل الكرتون. فيلم مرتب، له قصة صح وشعر طويل وعجوز شمطاء. خلينا نركز في القصة ونشوف شو قصة الشمس هاي والرسام القردة هاي. خلينا نشوف، يلا بلشنا. بتبلش قصتنا بالملك اللي قاعدة بتولد وجوزها الملك خاف عقل عرضه بدها تموت، والعجوز هاي اللي قاعدة بتدور على نبتة بترجع الشباب، بدها ترجع الأخت تهز وترقص. ما علينا. الجنود هم قاعدين بدوروا بلاقوا هاي العشبة، يحطوها مع شوية ينسون وبشربوها إياها عشان تطلع الجميلة هاي الفنعوصة ام شعر بضوي. بس وين النهفة؟ إنه العجوز الشمطاء بتقرر تخطفها من جوا القصر. كيف دخلت تسألونيش؟ المهم تدخل تخطفها، بتقول لهم يلا على العافية. تاخدها يا إخوان وطيران على مكان غريب وبتضلها تربي فيها لحد ما تكبر وتصير قد حالها، وشعرها أطول من كل أيام السنة. شعرها طويل يا إخوان. رابنزل هاي هيك بكون اسمها، شاطرة بالرسم وش بتلعب بس في هذا الحرباي، حرباي خضرة هيك على الخفيف، بتلعب وبترسم، وكل همها تشوف ايش الضواوي اللي كل سنة بتطلع في السماء. هذا همها يا اخوان. نسيبها ونروح للأخ عوض، هذا بدنا نسميه عوض في القصة. بروح بسرق هو واصحابه تاج يعني اشي فخم وبهرب فيه. من الناحية الثانية العجوز الشمطاء رجعت شباب وامورها طيبة، وكل ما رابنزل بتقولها انه انا بدي اطلع اشوف الدنيا برا، بتقولها نو الدنيا برا، روقي واهدي، الوضع برا 60 منخفض مع بعض، كل الدنيا شتاء وروقي حالك. بس يا اخوان رابنزل همها هذا الحكي، وبنفس الوقت العجوز الشمطاء بتقنع فيها انه برا كلها مصايب. نسيبهم قاعدين بيتناقشوا ونروح لعوض اللي قاعد بهرب هو واصحابه، بس بالاخر بغدر فيهم، باخذ التاج لحاله وبقول لهم يلا سلموا على الشهداء شباب. وبلاقي بوجهه هذا الحصان اللي بيكون تابع لجنود، بحاول يمسكه، بلاقي حاله يا اخواني بمكان غريب. بدخل عليه الا هو عند مين؟ عند القصر او المكان اللي فيه رابنزل. بدخل يدور، بتفقعه، بتوقع له العصب السابع، بغمى عليه، تمسكه بتربطه بشعرها يا اخوان زي الكتكوت، متذكرين الكتكوت تبع المواسير؟ بتربطه، بقولها على العافيه. وين التاج؟ شو رايك بالفينير اللي فاقعه؟ بتقول له روقة حالك شوي معلم، روقة حالك. بحاول يظبطها، ما بلاقي الا الحرباي. بقول له اسمع، شو رايك اطلع لك الاذن الوسطى؟ بقول له اني اذن؟ بقول له هاي الاذن الوسطى بس حب لك اياها. روقة حالك، انا وياك بنعمل اتفاق. والحرباي طبعا الشاهده، اذا بتطلعني من هون اشوف الضواو، بقول لها انم ضواو، بتقول له هسه بفرجيك انم ضواو، هدول ضواو شايفهم؟ بعطيك التاج، هذا اللي عندي، متفقين ولا لا معلم؟ بقول لها طب روقي حالك شوي. بتقول له متفقين ولا لا؟ بقول لها خلص تمام اتفقنا خلص. شو الحركة اللي عملاها؟ المهم كل واحد بنزل منهم على طريقته، وهذا قاعد بنزل شوي شوي وهي بتقول له على العافية، وصلت قبلك معلم. وهي أول مرة بتكون رجليها بلمسوا الأرض، وهذا معلم بيخليها تنبسط وتبلش تعمل حركات بهلوانية، ما بعرف يعني قصص غريبة. المهم مبسوطة، وهو يا اخوان خاف عقله انه بس بده يعرف وين التاج. وين التاج يا حجة؟ بتقول له روقة حالك. وين التاج؟ ابن الحلال اختصر. وبنفس الوقت الحصان قاعد بيلعب، تيجي العجوز الشمطاء بس بخف عقلها انه في حدا قريب من المنطقة، وطيران على البيت، دور لطش اقلب شيل، ما في حدا، ما بتلاقي الا التاج وصورة عوض انه مطلوب للحكومة. نسيبها مصدومة ونروح لعوض اللي بقول لها وين التاج؟ ما بتيجي تجيب التاج، بدي اوديك على ارقى مكان في العالم. بوديها يا اخوان على مطعم اللي فيه اشكالهم غريبة وكلهم قتالين. بقولوا له انت مطلوب معلم، وبلشوا شدوا فيه. هون بخف عقلها رابنزل، سيبوه يا اخوان، يا اخوان هذا بقليش بيضة، انا شمطته على راسه، ما خاف انا ربطته بشعري، والكو سيبوه، والكو خلص سيبوه، ولا خلص سيبوه. من كتر ما بتصرخ بخف عقلهم، بقولوا لها ماشي روقي حالك شوي. وفجأة يا اخوان بيقلب الموضوع لمزح، وبطلعوا الاطفال اللي جواهم، والموضوع بيقلب كله ضحك واغاني، ورابنزل بتروق وببلشوا يرقصوا، وهذا قاعد بطير. هسه راح يطير 4-5 مرات في الفيديو، 4-5 مرات، من كثر ما طار جنن اهلي. طيرته 4-5 مرات بالفيديو يطير. ايوه طير. الكل مبسوط لحد ما تدخل الشرطه، بكونوا قابضين على الاثنين اللي مع عوض. الدخله بتصدم الكل وبيحاولوا يخبوهم، بس الحصان بيقلب فيها كلب بوليسي تساعي الابعاد، بلش يشمشم ويدور عشان يلاقي عوض. وبنفس الوقت بيلاقوا في خندق بكونوا مهربينهم عن طريقه، وركاض معلم الحق وقت بدك 4 بس يحملوا شعرك. بيلاقوا طريق مسكر، والجنود بيقولوا له سلم حالك غالي. بقول لهم لا معي لسه، معي تحت البيض هاي القلاي. يمين بشمال بيساعدوا بشعرها مش عارف ايش، وبكون يلحقوا فيه كمان الاثنين بدهم التاج، ما هم وقع وجههم، لحد ما يلاقوا حالهم في مغارة وتسكر عليهم. شعر رابنزل فجأة بضوي الدنيا عشان يلاقوا طريق ويهربوا ويطلعوا من المكان سالمين غانمين. نروح للاثنين اللي بتلقطهم العجوز الشمطاء، بتقول لهم على العافية شباب، هذا التاج بلزمكوا إشي؟ بيقولوا لها بتقول لهم طيب ما في مشكلة، بتعرفوا عوض؟ بيقولوا لها عوض، بنعرف عوض. قال جيبوا عوض خدوا التاج، غير هيك ما عنديش. نسيبهم ونروح لعوض اللي انصاب بإيده، ورابنزل طلع شعرها يا اخوان، وهذا سبب انه العجوز محتفظة فيها. الوردة اللي شربتها امها طلعت إشي سحري، وهذا الإشي السحري طلع بشعرها. هذا الشعر يا اخوان اي إشي مجروح، اي إشي برجع الشباب وبطيب كل إشي. انسى دواء من الاخر. بس
المشكلة إذا انقصت منه شعره بيروح منه السحر كامل. أي كذب بأي عك بأي ضحك على أهلنا ما علينا. المهم عمك عوض انبسط على القصة وبلش يشرح لها ويقول لها اسمع هيني جاي بطولش. إلا هي العجوز الشنطة وراها بتقول لها مبسوطة؟ بتقول لها هذا كثير منيح. بتقول لها مبسوطة؟ هذا مطلوب عدالة، هذا جواد، هذا مش قليل، هذا ديري بالك. بتقول لها لا أموره تمام وأنا عجبني شخصيته. بتقول لها خلص اللي بدك إياه، بس مش بكرة تيجي تعيطي، هذا اللي عندي. بجاية عوض بيختفوا بهربوا والأمور بتمشي على خير. شو بدك بالطويل معلم؟ تدحل الأمور. عوض نايم بيصحى بيلاقي مين؟ بدنا نسمي الحصان، بدنا نسميه شو بدنا نسميه زعل بده يشد. بقول له وين التاج؟ ولا أنا من الجنود. بيسحبه عشان رابنزل تتدخل تقول له اهدى روق. بقول لها لا مش مروق. حتى يا اخوان الحرباية بتقول له ولا روق خلص زعل اهدى. بتقول له انت شاطر منيح، شو رأيك نعمل تسوية؟ بنعمل انا وياه صلح انت وياه بتعملوا صلح ومنظبط الامور. بقول لها بوافق بس يعني هيك يعني غصب عنه. بلزقوا ببعض وبسلموا على بعض والامور بتصير تمام. زعل وعوض صلح لمدة 6 أيام، وهذا اللي بيخلي رابنزل تاخذهم وتروح على المدينة على المكان اللي بيطلع فيه. طبعا وزعل بكب زناخته على عوض كالعادة. ما علينا، احنا نسيبنا برابنزل اللي هي مبسوطة بالناس. اول مرة بتشوف ناس يا اخوان، اول مرة ماشي ينشد شعرها تدعس على وجهها. المهم تشوف ناس، المهم تشوف اي حدا يا اخوان. شعور غريب انك انت اول مرة بتشوف ناس اطفال بزبطوا لها شعرها وكتير مبسوطة وبضرب عينها على صورة الملك والملكة، ولك هذا انت اللي بالصورة بس انت مش عارفة. المهم هي مبسوطة بشعرها، بتلم الناس حواليها والناس كلها بتبلش ترقص. لا ننسى انه اليوم هو اصلا عيد ميلادها، يعني الناس المملكة كلها محتفلة لانه اليوم عيد ميلادها، اللي هم بيتفقوا كل يوم من السنة انهم يطيروا هاي الاشياء اللي هي الاضواء اللي هي بدها تشوفها. وزي ما وعدها عوض بترك زعل بقول له خليك هناك، وباخدها على نص النهر زي ما وعدها تشوف الضواو اللي بتطلع بالسماء. وهون يا اخوان هي بتكون متحمسة كثير، بقول له متحمسة مليون. بقول لها روقي حالك هسه ببلش العرض. نسيبهم شوي ونروح للملك والملكة اللي قاعدين بيجهزوا، وخاف عقلهم انه هاي السنة العاشرة او التاسعة اللي بتصير معهم هذا الحكي، وبدهم يجهزوا للضوء عشان يتذكروا بنتهم. واول ضوء هم بيضوه وبتبلش كل المدينة يا اخوان الوان مش طبيعية. الصدمة عند رابنزل بتكون غريبة، أول مرة بتشوف حلمها على أرض الواقع. كل المدينة ضواو وهي المسكينة مش عارفة إنه أصلا هاي الضواو عشانك أنت، عشان الشخصية هاي. طبعا عرام خف عقلها رسمي. حتى عوض بقولها تعال نطيرهم أحسن منا، عادي تعال نطير، وعلى فكرة أنا كثير بحبك. ولسه بده يبلش يتغزل إلا بلاقي 2 اللي غدرهم واقفين بيستنوا فيه. بقول لها اسمعي شو رأيك بدي التاج وبدي أروح أسكر على الموضوع. بتقول له وين رايح؟ بقول لها بدي أروح أعطيهم التاج وأخلص ما بدي أسرق أنا. وبروح عليهم بقول لهم العافية شباب كيف الأوضاع؟ أنا اسمع بالغلط والله تركتكم، هاي التاج وأموركم تمام. بقولوا له معلم أنت مش عارف إنه في حساب قديم بيناتنا؟ الحساب القديم بيطول، حتى رابنزل قاعدة تستنى لحد ما يجوا لها الشباب. بقولوا لها شو بتستني؟ بقولوا لهم عوض. بقولوا لها عوض هيو طقع لك وكذا خنزير بري شو بتستني منه قاعدة. هون رابنزل بخف عقلها رسمي بتقول لهم مستحيل، هو يعني ايش وضعه، ايش ماله نجن هذا. وطيران على عجوز الشمطاء اللي بتقول لها ما انا نصحتك وحكيت لك انه هذا خاين وخبيث وبس بده التاج منك. وهون بتكون الصدمة يا اخوان رسمية. المشكلة انه عوض بوصل للقلعة اللي موجود فيها الملك وبكون مربط، هذا اللي بيخلي الجنود يمسكوه يقولوا له تعبنا اياك الموضوع مهم جهز لي حالك. بخدوه على الزنزانة وبدخل عليه الجندي بقول له جهز لي حالك للإعدام. بقول له ايش إعدام؟ بقول له إعدام. نسيبه قاعد بنعدم ونرجع للعجوز الشمطاء اللي قاعدة بتقنع برابنزل إن كل اللي عملتيه غلط. أنا حكيت لك إنه كلهم خاينين وكلهم خونة وكلهم خنزير بس أنت بترديش علي. وهون رابنزل بيجيها إشي من السحر، بتبلش تشوف الشمس هاي اللي هي تاعت الزهرة الورد اللي هو يعني الشعوذة هاي، وبتشوف امها وابوها يا اخواني الحقيقيين قدامها. حتى بتشك وبتصير تقول انا الملكة انا الاميرة. واخونا عوض قاعد بتكلبش بده يروح على الاعدام، وبنفس الوقت قاعد بقاوم وخاف عقله يا اخوان انه كيف بده ينعدم. نسيبه ونرجع لرابنزل اللي اقتنعت في هذا الحكي وبتبلش بدها تستجوب العجوز الشمطة. بتقول لها انت مين اصلا؟ انت شكلك غير شكلي وكل قصتك مش عجباني، وانت بس بدك الشعر اللي براسي عشان موضوع انك انت ما تشيخي ما في تلمسي من يوم طالع، ولا ابعدي عني لا افقع وجهك كفوف. وبتدفشها والموضوع بتحول من مزح لجد. وإذا بدنا نرجع للمسخم عوض اللي قاعد بباطح، فجأة الباب اللي قدامه بتسكر. الجندي بخف عقله افتح الباب، بيطلع له واحد بيقول له قول كلمة السر. بقول له أي كلمة سر؟ فجأة أول جندي بيطير، الثاني بيطير بضل لحاله. إيش معلم؟ إلا الثاني بنطبش. بيطلعوا الشباب تاعون المطعم جايين يساعدوه. مين اللي حكى لهم؟ عمك زعل الحصان. هذا بقول له جهز ضبط إيديك ونط. مين تحت؟ أبو زعل كيفك يا غالي؟
اربط الأحزمة عشان بدنا نطير في مشوار تساعي الأبعاد. وطيران معلم وين؟ على الكوخ، على المكان تبع رابونزل، وبيطلع شقلة. أول ما يدخل البيت بتقول له تعال أفرجيك الطعنة، وبتطعنه في كليته، بغمى عليه وبموت. بتقول لها أبوس كنادرك سيبيه في حاله، أنا بظبط لك الموضوع. حتى الحرباية بتدخل، بتقول له خلص بدك إياه بعمل لك إياه، مش بدك شعري خدي شعري، أما لا تقربي عليه. هذا من الآخر اللي بحكي لك إياه. بالآخر بتقتنع وبتروح لعوض وبتقول له اللي أنقذك من الموضوع شعرها يا مخنزر. بتروح عليه رابونزل بتقول له أنت منيح، بقول لها أنا منيح، شو هالشعر الناعم؟ وبقزازة بمزع الشعر يا إخوان، كل السحر بفصل على الكامل والشعر بيرجع لطبيعته، والعجوز بترجع عجوز شكلها مقرف. وبيجي الحرباي بحط لها رجل بالشعر وبقول لها يلا انزل زي شوال البطاطا يا إخوان بتتكسر. بس بيكون خسرنا عوض لأنه مات لا ما ماتش. الدمعة بتنزل من عينها عشان يأكد انه السحر لسه موجود بالدمع اللي جوا رابونزل. والجرح تبع عوض بتزبط اموره، بيطلعوا لك كم من وردة انه تعالج، وبلش يصحصح زي عبد الحي في ليالي الصالحية. اول ما ينضرب على راسه بصحى بحضنها وبقول لها يلا يا غالية على المملكة عند ابوك وامك. الملك والملكة يا اخوان بكونوا خاف عقلهم من الموضوع، انه مستحيل تكون هاي بنتهم. بس لما امها تشوفها وتركز بملامح وجهها وعينيها تتأكد انه هي، وبحضنوا بعض والكل بصير يعيط والامور بتقلب صهللة على الكامل.